أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار أقرأها على حضراتكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. جهود للحد من اقتلاع الأشجار في الإقليم الأوسط. دعوة للاستفادة الجيدة من اسطوانة الغاز. تقييم أنشطة الشباب في إقليم عنسبة. مجلس الأمن يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية. 90 قتيلا في انهيارات طينية وسيول بالفلبين. وهجوم انتحاري لطالبان يقتل 8 شرطيين في أفغان. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت سلطة الغابات والحياة البرية في الإقليم الأوسط الدفع بأنشطة حراسة الغابات والحيوانات البرية في العام المقبل. وأوضحت مسؤول السلطة في الإقليم الأوسط أوضح النقيب يرجع كحساي في التقرير الذي قدمه في الاجتماع الذي عقد في 21 من ديسمبر أن مناطق درفو وقلعي وعرب ربوع من الأماكن التي تشهد اقتلاع الأشجار، ورغم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الأعمال إلا أنه يتوجب مواصلة أنشطة الحراسة المشددة. وأشار تقرير تنمية الغابات والحياة البرية إلى القيام بأنشطة تشجير إلى جانب أنشطة الحراسة، موضحا غرس 1,600,000 شتلة للأشجار هذا العام وبناء مدرجات في مساحة 214 هكتار. ودعا الاجتماع لزيادة عدد حراس الغابات وتعزيز إدارة الضواحي ولجان القرى من دورهم في أعمال السيطرة على اقتلاع الأشجار. وشدد مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية السيد أبرهة جرزا على ضرورة المشاركة القوية للمجتمع عامة لوضع حد للاقتلاع الأشجار في المستفحل في جميع الأقاليم. من جانبه دعا المدير العام لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرقية ولد برهان لمشاركة كافة قطاعات المجتمع والمؤسسات في أنشطة التشجير. دعت مؤسسة إيريسوك لإنتاج أسطوانة الغاز والأفران، دعت المجتمع للاستفادة الجيدة من الأسطوانة لضمان سلامته وكذلك سلامة بيئته. وصرح مسؤول قسم أسطوانة الغاز في المؤسسة سيد بيان برهاني لوكالة الأنباء عن إنتاج حوالي 120 أسطوانة يوميا، موضحا بأن المؤسسة توجد في هذا الوقت في وضع جيد نتيجة لإدخال الخدمات أو الخامات. ونشد المواطنون للتخلي عن ظاهرة تلوين الأسطوانة وتغيير غطاها، مشيرا إلى أن الأسطوانة الملونة والمغيرة خارج مقاييس ضمانة السلامة لمؤسسة إيريسوك. وذكر السيد بيان بدخول مختلف الأسطوانات وآلة الضبط التي تتشابه مع إنتاج مؤسسة إيريسوك إلى البلاد من دول عديدة بطريقة غير قانونية، داعيا المواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر أثناء شراء الأسطوانة، بالإضافة إلى عدم صيانتها في أي مكان نتيجة للأضرار التي تسببها. وأوضح السيد بيان فيما يخص نقص قطع الغيار لأسطوانة الغاز وخاصة آلة الضبط التي تنتجها مؤسسة إيريسوك، أوضح بأن مؤسستهم تمتلك في الوقت الحالي قطع الغيار الكافية وسوف توزع المؤسسة قريبا إلى المواطنين. من جانبه قال مسؤول قسم الأفران السيد مانيال بياني إن المؤسسة تنتج نوعين من الفرن يستوفي مقاييس وجودة عالية، مذكرا أصحاب المخابز لاتخاذ الحيطة والحذر أثناء الشراء. وأوضح السيد مانيال بأنهم يواجهون نقصا في إنتاج الفرن، وأنه يتوقع إنتاج عدد كثير في العام 2018 حسب الطلب المقدم إليهم. يذكر بأن مؤسسة إيريسوك المشيدة في العام 1995 بمنطقة قوشيت في الإقليم الأوسط تنتج أسطوانات الغاز والأفران ومواقد تعمل بالغاز وغيرها. عقد اجتماع في مديرية فورو للدفع بالعملية التعليمية وتقوية نتائج الطلاب. ودعا مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ إسماعيل علي في الاجتماعات التي عقدها للسكان في ضواحي ملكة وزولا وإيرومالي وروبروبيا وروبا حداس وحديش وعربتو وأفتا وإيرافيلي وفورو، دعا لتنسيق العمل لرفع قدرات الطلاب، مشددا على أهمية الدور أولياء الأمور في هذا الصدد. وأشار إلى رفع مستوى مدرسة ابتدائية
أو المدرسة الابتدائية إلى المرحلة المتوسطة وفتح روضة أطفال هذا العام. وأوضح ارتفاع مقاطعة الطالبات للتعليم في المرحلة الثانوية داعيا القيام بحملة توعية مكثفة لإصلاح المشكلة. وطالب أولياء الأمور لتطبيق الجيد للقوانين أو قوانين المدارس للدفع بالقيم المدرسية لدى المعلمين والطلاب والاهتمام بالمدارس التي تحتاج البنية الحديثة وتطوير المرحلة الثانوية. هذا وتوجد في مديرية فورو 34 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. قيم فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم عنسبة أنشطته في اجتماع عقده في مدينة كرن. وأوضح مسؤول الفرع الشاب الزازي برخات تنفيذ أنشطة ناجحة للارتقاء بالشباب في كافة المجالات، مشيرا إلى أن تجهيز مراكز تدريب الكمبيوتر والفخار في كرن بالمعدات اللازمة ساعد لتقديم تدريب نوعي. وأشار التقرير المقدم إلى مساهمة أنشطة التعبئة المختلفة في رفع وعي الشباب وتوجيههم. وذكر في الاجتماع عن تنفيذ برامج العام المقبل التي تتماشى مع الأولويات الوطنية والبرامج التنموية والتصدي. وأوصى الاجتماع لمواصلة بناء مراكز الشباب المتوقفة العمل في حلحلة وحمل مالو وقلب، والدفع ببرامج الزيارات إلى المواقع التنموية والتاريخية، والعمل الجاد لترسيخ الرغبة لاكتساب المهن والتعليم والقراءة لدى الشباب. يقوم سكان أنتوري بمديرية أعالي القاش بصيانة الطريق المؤدي إلى قريتهم لتسهيل حركة مرور السيارات. وقال مدير ضاحية أنتوري سيد عنداي تسقاي إن النفير الذي يقومون به لصيانة الطريق يأتي في إطار ثقافة حل المصاعب بالقدرات الذاتية، ويعملون لصيانة 34 كيلومتر من الطريق. وأشار السكان إلى العمل الجماعي الذي يقومون به دوما لتخفيف مصاعبهم المؤقتة، ويهدف العمل الحالي لصيانة الطريق حتى إيجاد الحل الدائم. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، والتي ستحد من مخزونها النفطي الحيوي لبرنامج بيونغ يانغ الصاروخي والنووي. وتبنى المجلس بإجماع أعضائه مشروع قرار أمريكا الذي ينص أيضا على إعادة الكوريين الشماليين العاملين في الخارج والذين يشكلون مصدر دخل لنظام كيم جونغ أونغ. وهي الحزمة الثالثة من العقوبات التي تفرض على كوريا الشمالية هذا العام، وتأتي وسط غياب أي مؤشر لرغبة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بالانخراط في محادثات من أجل إنهاء الأزمة في شبه الجزيرة الكورية. ويشدد مشروع القرار الجديد المرتكز على العقوبات السابقة القيود على إمداد بيونغ يانغ بالنفط والنفط الخام، وهي إمدادات بغالبيتها مصدرها الصين. وتأتي العقوبات ردا على إجراء كوريا الشمالية اختبارا لصاروخ باليستي عابر للقارات في 28 من نوفمبر، اعتبر إنجازا ضمن سعي بيونغ يانغ لتهديد أمريكا بضربة نووية. أعلن مسؤولون بالشرطة ومكافحة الكوارث في الفلبين إن نحو 90 شخصا لقوا حتفهم، كما فقد عشرات آخرون بعد اجتياح عاصفة مدارية وسط الفلبين، مما أدى إلى انهيارات طينية وسيول. وأضاف المسؤولون أن الضحايا جميعهم سقطوا في جزيرة مينداوا الرئيسية بجنوب الفلبين، مشيرا إلى أن خطوط الكهرباء والاتصال انقطعت بالمنطقة، مما يعقد جهود الإنقاذ. وقال مكتب الأرصاد الجوية إن العاصفة استجمعت قواها فوق بحر سولو، ووصلت سرعة رياحها إلى 80 كيلومترا في الساعة، وإنها تتحرك غربا بسرعة 20 كيلومترا في الساعة. وعكف عمال طوارئ وجنود من الجيش والشرطة ومتطوعون على البحث عن ناجين وإزالة الأنقاض وإعادة الكهرباء والاتصالات. ويشتح الفلبين نحو 20 إعصارا سنويا.
أعلن مسؤولون أن انتحاريا اقتحم بعربة هامفي محشوة بالمتفجرات مقرا للشرطة في أفغانستان، مما أدى إلى مقتل 8 عناصر وجرح 4 آخرين. والهجوم الذي تبنته حركة طالبان وقع في منطقة مايوندا في ولاية قندهار الجنوبية في آخر حلقة من سلسلة الهجمات الدامية التي يشنها المتمردون وتستهدف بشكل متزايد مراكز أمنية. وقال المتحدث باسم شرطة قندهار غورزانغ أفريدي إن الهجوم أدى إلى مقتل 8 أشخاص وجرح 4 آخرين، مؤكدا بأن جميع الضحايا من عناصر الشرطة المحلية. وتمكن المتمردون من حيازة العشرات من عربات الهامفي المصفحة وشاحنات البيك أب في السنوات القليلة الماضية بحسب مسؤولين. واستخدمت بعض تلك العربات في هجمات انتحارية استهدفت قواعد للشرطة والجيش وأحدثت مفعولا مدمرا. أبرزت وكالة رويترز صورا لصاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس الذي أضاء سماء كاليفورنيا بعد نجاح إطلاقه من قبل إدارة الطيران والفضاء الأمريكية الناسا. فقد انطلق صاروخ من نوع فالكون تابع لشركة سبيس إكس لتكنولوجيا الفضاء مساء الجمعة، ويعد هذا نجاحا بعد أن أطلقت الشركة صاروخا في يناير عقب أشهر على اندلاع حريق في أحد صواريخ سبيس إكس مطلع سبتمبر الماضي خلال تزويده بالوقود في تجربة روتينية قبل إطلاقه من مركز كيب كانافير. وأدى حادث سبتمبر إلى تدمير الصاروخ الذي تبلغ قيمته 62 مليون دولار وصاروخ اتصالات قيمته 200 مليون دولار. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم، وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا.